باشمهندس احمد من قناة حليم وتك. يا جماعة النهاردة جايين ببرنامج قوي جدا. ومن النهاردة حرفيا انت انسى انك تضيع منك حاجة. من بعد النهاردة مفيش اي حاجة هتضيع منك، حتى لو ضاعت سهل جدا انك ترجعها مع اقوى برنامج هنشوفه النهاردة معانا، وهو برنامج ديسك دريل. البرنامج ده يا جماعة من اقوى البرامج اللي ممكن تتخيلها للريكفري. تقدر تستخدمه وتقدر تعمل ريكفري مهما عدى الوقت، ومهما انت كانت مساحة الريكفري، وبتقدر ترجعها بأحسن حالة فيها، وبيرجع زي ما كان بالظبط. يعني يا جماعة مش بيرجع ملف مثلا تالف، لا خالص، هو بيرجع لك الملف والملف شغال بنسبة 100%. طيب النهارده يا جماعة انا جربت البرنامج ده لان كان عندي تجربة شخصية ان انا محتاج ان انا ريكفر حاجات معينة كنت انا حملتها وكنت محتاجها ضروري، وكانت ضاعت من عندي فجأة، اختفت ما لقيتهاش. فانا فضلت ابحث وادور لغايه ما لقيت البرنامج ده، فقلت لازم اشاركه معاكم. البرنامج الديسك ريكفري ده ديسك دريل. ده برنامج زي ما احنا شايفين، دي نافذه البرنامج بتاعنا، الداشبورد. اول ما بنبدا ان هو بيقول لي ان انت عايز تعمل سيرش على انهي ديفايس، فبتلاقي الديفايسز بتاعتك بتكون ظاهره كلها هنا اهو. انا طبعا مش عايز ابوظ بس اللي انا رجعته، لاني انا النهارده قعدت ادور مثلا في ديفايس عندي، كان عندي هارد وكنت محمل عليه حاجات. قعدت ادور عليه، يعني مثلا انا هنا الهارد ده انا كنت محمل عليه حاجات. مثلا في الفولدر ده عندي حاجات كنت انا محتاج ارجعها ضروري، وحاجات بالجيجات زي ما احنا شايفين. عندي حاجه 16 جيجا، وكان عندي ملف تاني 15، وكان عندي ملف هنا حوالي 30 جيجا او 27 جيجا او 26 جيجا برضو. فصراحة البرنامج ده كان قوي جدا في ارجاع الملفات دي كلها. كل اللي احنا بنعمله يا جماعة ان احنا بنسيب البرنامج بيسيرش على الحاجة اللي احنا محتاجينها، او بيسيرش على الديفايس اللي هو متشال منه الحاجة اللي احنا ضايعة مننا. مثلا انا خليته يسيرش على الهارد اللي انا محتاج منه ده، فانا كنت محتاج مثلا، كان في دي درايفر باك كنت انا محملها. دي مساحتها 25 جيجا وكسور او 26 جيجا. كل اللي احنا بنعمله يا جماعه بنعلم على الحاجه اللي احنا عايزين بنعملها. طبعا انا هعلم على حاجه صغيره، مش هعلم على حاجه كبيره عشان هو بياخد وقت بس في الحاجات الكبيره. هنعلم مثلا على حاجه صغيره زي كده، وليكن مثلا حاجه زي كده. علمت عليها وهدوس ريكفر. بيقول لي الديفايس اللي انت عايز ترجع فيه الحاجه فين. انا مثلا عايز ارجع في الديفايس ده، هقول له نيكست. بكل بساطة بياخد الوقت اللي قدامكم ده، وزي ما انتم شايفين هو كده ريكفر الحاجة اوريدي. خلاص بنفتح من هنا شو ريكفر داتا ان اكسبلورر، وبنلاقي الحاجة اللي هو عمل لها ريكفر اهي. ده الابلكيشن او البرنامج اللي انا كنت محتاجه، ده ملف مضغوط. هنجرب برضو ان الملف ده شغال ولا لا يا جماعة. ادي الملف. كل اللي انا هعمله هفك ضغطه مثلا، وانا كنت فاكر ضغطه قبل كده والملف ده اوريدي كان عندي، فانا فكيت ضغطه. وادي البرنامج بعد ما فك الضغط، الملف اهو بكل محتوياته يا جماعة اهو. تعالوا نفتح ملف نفسه عشان نتأكد برضو ان الملف نفسه بمحتوياته كاملة اهو. نفس الكلام. واقدر ان انا ارجع اي حاجة منه. مثلا اهو جبت حاجة منه عادي جدا. فبالتالي يا جماعة البرنامج ده هيعتبر من انجح البرامج. هو البرنامج طبعا مش مجاني، مش نسخة مجانية، بس انا ان شاء الله النهاردة هوفره لكم نسخة مجانية ونسخة كاملة. يعني النسخة المجانية لو انت مش مكرك، النسخة الكاملة لو انت هتكرك. طيب احنا النهاردة، انا النهارده دي نافذه البرنامج يا جماعه. لو اول مره نفتح البرنامج، بنفتح البرنامج بنلاقي ان ده الشكل النافذه بتاعته. بيجيب لك طبعا فلاشات والهاردات، الحاجات اللي هي متوصله عن طريق الجهاز. طبعا ده بيقولك ان ده راكب عن طريق الساتا، ده راكب جوه الجهاز، ده هارد راكب خارجي مساحته تيرا، ده هارد برضه راكب خارجي عن طريق اليو اس بي مساحته 250. فاحنا مثلا بنختار البارتيشن اللي احنا عايزين نسيرش عنه. مثلا هنختار ده وليكن ده، وهنقول له سيرش فور لوست. طبعا انا مرجع داتا قبل كده للبارتيشن ده، او للهارد ده. بكل بساطه ان انا برجع للداتا الريكفر ده قبل كده اهي، بدل ما اخليه ريكفر مره تانية من اول وجديد. بقدر ارجع للريكفر في اي وقت من عن طريق البرنامج ده طالما لنفس الديفايس ده. دي طبعا ميزه جامده جدا، بدل ما كل شويه يقدر ان هو عايز يرجع لي او يشغلني من اول وجديد. بكل بساطه بدوس على الهوم. مثلا لو انا عايز ارجع حاجه في الهارد التيرا ده، كل اللي انا بعمله بقول له مثلا، وليكن ان انا على هارد التيرا ده بقول له سيرش فور لوست داتا. هو هنا يا جماعه بيبدا ان هو هيسيرش في الهارد كله زي ما احنا شايفين. بدا ان هو يسيرش.
بيبدأ ان هو يظهر لي هنا كل ما بيلاقي حاجة بيبدأ يظهرها، سواء في ملفات الاركايف او في الاذرز او في الدوكيومنتس او في اوديو او فيديو او بيكتشر. اي حاجة بيبدأ يلاقيها بيبدأ يظهرها لي. انا ممكن ادخل مثلا على الاذرز، انا عايز اشوف هو لقى ايه، لقى مثلا ده، فبيبدأ ان هو يظهر لي هنا الداتا كلها. طبعا ياخد وقت، هياخد وقت كبير جدا لانه الهارد كبير، وفي نفس الوقت كان في حاجات كتير قوي انا شايلها على الهارد. فانا مش محتاج خلاص الكلام ده، انا بس بوريه لكم للتجربة. فخلاص انا هوقف السكاننج، انا مش محتاجه. وبكل بساطة بيبدأ ان انا برجع اي حاجة اتمسحت من على الهارد ده من اي وقت. طيب انا البرنامج ده يا جماعة ان شاء الله هسيب لكم الرابط بتاع تحميله في صندوق الوصف، هسيبه لكم تقدروا تحملوه. النسخة المجانية، كل اللي احنا علينا ان احنا لحظات. تمام، اجيب لكم بس البرنامج. ادي البرنامج يا جماعه. كل اللي احنا هنعمله بعد ما نسطب البرنامج، هنخش على فايل الكراك ده، هناخد الملفين دول، ناخدهم كوبي، ونخش على اللوكيشن بتاع البرنامج نفسه، كليك يمين اوبن فايل لوكيشن، ونحط الملفين بتوعه هنا بيست. هيقول لي ريبليس، اوكي هقول له ان هو ما يريبليس عادي جدا، وبالتالي هيبقى الكراك عندي شغال. ونيجي نفتح البرنامج بعد كده اهو، البرنامج مش هيقول لي ان هو محتاج كراك ولا اي حاجه. حتى لما انا هاجي ارجع هلاقيه بيرجع بصوره طبيعيه جدا زي ما وريتكم برضه. زي ما وريتكم، احسن حاجه في البرنامج ده انه بيحتفظ بالداتا بتاعه الهارد او الحاجه اللي انا كنت عملت لها ريكفري من هنا بكل بساطه. مجرد ما هدوس عليها، طالما سبته يخلص الريكفري، هو هنا كان لقى لي عدد الباكتشرز دي وفيديوز دي والحاجات دي كلها. فابدا ان انا اشوف الحاجات اللي هو لقاها، اللي هو كان عمل عليها سيرش قبل كده، وابدا ان انا اعمل لها ريكفري في اي وقت زي ما انا عايز. لو في اي استفسار يا جماعة، او اي حاجة او اي سؤال، او اي حد عايز يفهم اي معلومة، ممكن يكتب لي في الكومنتس، او ممكن يتواصل معايا عن طريق صفحة الفيسبوك، او عن طريق الميل، او عن طريق رقم التليفون. شكرا والى اللقاء.